انت لو بتحب الراجل ده فاطلع بره الفيديو. الشخص اللي مسك برشلونة في القمة وخلاها مفلسة وعليها ديون. تعال النهارده احكي لك قصته والخبايا اللي في قصته والحاجات اللي انت ما تعرفهاش، عشان انا كرهته اكتر لما سمعت الحاجات اللي انا سمعتها دي. في تاريخ الكورة عموما ما كنتش اتخيل ان انا الاقي رئيس نادي يقدر يدمر نادي بحجم برشلونة. القصة دي اسمها ماريا بارتوميو اللي كان هينهي برشلونة خالص. بارتوميو مسك برشلونة في 2014 بعد استقالة ساندرو روسيل على طول، في الوقت اللي كان فيه برشلونة في عزه معاه ميسي وتشافي وانيستا وبيول وكله، والناس افتكرت ان النجاح بتاع برشلونة والاسامي اللي موجودة فيه هينجح كده كده والقافلة هتسير غصبا عن اي حد. بس اللي حصل كان عكس كده تماما. اول غلطة في تاريخ بارتوميو وهي بداية الكوارث وبداية الهبل. اول غلطات بارتوميو كده بسم الله الرحمن الرحيم في البداية كده الحاجات الايه الخفيفة، ان هو اصلا ما كانش راجل بتاع كوره. بارتوميو ما كانش راجل بتاع كوره ولا يفهم في الكوره، هو كان راجل بس بتاع اداره وفلوس وبس على كده، لكن يفهم في الكوره صفر. وما يعرفش يعني ايه غرفه ملابس. كان دايما في توتر بين اللعيبه في غرفه الملابس، في دايما خناقات وقرارات بدون رؤيه واعتماد على اسماء بس مش خطط. دايما كان فكره ان هو عايز يبيع، عايز اسماء، عايز اسامي في الفرقه، مش عارف هيحطهم فين ولا هيلعبوا ازاي ولا المدرب اللي ماسك الفرقه ده هيوظفهم ازاي. بس مش مشكله، المهم ان يبيع تيشيرتات ويبيع ويجي له ايه، ناس تتفرج على اللعيبه دي اكننا قاعدين في سيرك. اول مصيبه في تاريخ بارتوميو وهي صفقه نيمار، ودي بدايه الانهيار. ما كابتن نيمار مشي وزعل البرشلونيين كلهم، وبيكي طلع قال لك سيبقى ولم يبقى وحاجات كتير، وكان ساعتها هم ما يتلم. كان كل برشلوني زعلان اكنه لسه مفشكل مع خطيبته، اللي هو ازاي الام اس ان وحلم الام اس ان وكانوا ثلاثه فحول ولاد رزق في الملعب مش هيكملوا مع بعض خلاص. المشكله بقى لما نيمار مشي باغلى صفقه في التاريخ وهي 222 مليون يورو لحد النهارده. شوف من كام سنه هي اغلى صفقه في تاريخ الكوره. خدنا فلوس كان ممكن نبني بيها فرقتنا لمده 10 سنين قدام ونعمل 10 نيمار و20 سواريز، مش هقول ميسي عشان ميسي ملوش بديل، بس كان معانا فلوس تقوم فرق كتير قوي، مش فرقه واحده بس. لكن بارتوميو بقى عمل ايه؟ بارتوميو صرفهم في ثلاث حاجات: كوتينيو وانت عندك ميسي، جريزمان وانت عندك ميسي برضو، وعثمان ديمبلي. تقريبا الثلاثه دول هم اغلى ثلاث صفقات في تاريخ برشلونه اصلا، ولا واحده فيهم نجحت. يمكن الوحيد اللي كان ممكن يكون تمام شويه جريزمان وكوتينيو. يا راجل يا راجل، ده انت عندك ميسي اللي هم اصلا بيلعبوا مكان ميسي. جبت بقى الاتنين وقعدت تمخمضهم شويه تلعبهم وينج، وشويه تلعبهم مهاجمين، وشويه تلعبهم تحت المهاجمين مكان ميسي جنب ميسي، وشويه وينج يمين، وبهدلتهم اخر بهدله لحد لما اللعيبه مشيت من عندك راحوا على اللي رجع تاني اتلتيكو مدريد، واللي راح على الدوري البرازيلي ولا ما اعرفش راح في انهي داهيه. والله العظيم برشلونه كان بيدخل الميركاتو اكنه مول مش نادي، يعني اكننا مول مش نادي بجد، او محل تيشيرتات. كوتينيو كان سعر غالي قوي بلس فشل ولا اي حاجه، صفر. بهزر طبعا يعني عشان بس ايه يعني ما يبقاش فاكر انا بتكلم بجد. جريزمان مش مناسب للخطه ومش عارف تلعبه فين، هو اصلا بيلعب مكان ميسي وقتلت الراجل وكان جاي لك في عزه بعد كاس العالم. مفيش مدير رياضي، مفيش رؤيه، في بس شيك مفتوح وخلاص شغال صرف اي تي ام فلوس بس. واكبر مصيبه عملها بارتوميو ممكن ما كانش حد حس بيها اصلا، هي ان هو خسر ميسي. علاقته مع ميسي كانت زي الزفت، خسر ميسي نفسيا. وعود كدابة، تجاهل طلبات، تأخير عقود. فيعني نفسيا ميسي ما كانش أحسن حاجة خالص في فترة بارتوميو. وحتى كان بينعكس عليه ده بعض الأوقات، لكن الناس ما كانتش فاهمة ليه كده أو كان إيه سبب، لحد لما ساعتها ميسي قال أنا عايز أمشي. وفي برضه فضيحة كمان، فضيحة بارسا جيت. فاكرين فضيحة بارسا جيت؟ دي فضيحة أخلاقية كمان يعني. بارتوميو بس مش فشل في الكورة، لا فشل أخلاقيا كمان. تشويه لعيبة، هجوم إلكتروني، اتهامات رسمية. يا جدعان رئيس نادي بيهاجم لعيبته، لجان إلكترونية وبلاوي. يا جدعان دي مصيبة، دي كارثة. وطبعا دخلنا في الانهيار المالي. برشلونة دخل ديون أكتر من مليار يورو، رواتب مبالغ فيها، إدارة صفر، مفيش سيولة. واسمع بقى الحتة اللي جاية دي عشان دي أكتر حاجة بتضايقني. النادي اللي كان اي لاعب يحلم ان هو يروح، يعني لو حد قدم عرض او برشلونه قدمت عرض لاي لعيب انا هاجي، اقسم بالله اللعيبه بقى بتفكر فينا، بتفكر تيجي ولا لا. ودي كانت اكتر حاجه بتوجعني، ان برشلونه دلوقتي لما يجي لك منها عرض تقعد تفكر. زي واد نيكو ويليامز ده، انا هتسجل لا مش هتسجل، انا مش هلعب، لا انا النادي مش عارف ياخد بطولات، خليني في حته تانية احسن، نروح السيتي، نروح بايرن، نروح ريال مدريد.
فكانت اكتر حاجه بتضايقني فشخ، واكتر حاجه بتضايق اي برشلوني حوار ده، حوار ان انت بقيت الثقه عند اللعيبه فينا صفر. ما بقتش اسمك اللي هو انا نفسي اجي العب في برشلونه، ده فرقه ميسي مش عارف ايه، بقينا نادي مشاكل، خليتنا نادي مشاكل، بوظ سمعتنا. لان النادي اللي كان حلم اي لاعب ما بقاش عارف يسجل لعيبه اصلا. وبعدها بارتوميو مشي، بس ساب وراه ديون، فريق مشوه. وكان ساعتها عندنا لوك دي يونج وبلاء، يا لهوي على ساعتها، وديباي كومان العبيط ده. وتاريخنا اتشوه وسمعتنا اتشوهت في السوق. السؤال هنا بيكون، هل اللي حصل لبرشلونة ده درس عشان تتعلم منه، ولا اي نادي كبير ممكن يقع لو ساب نفسه للإدارة الغلط؟ وانت بقى لو حابب القصص الكروية اللي فيها حقيقة مش بس ارقام، اعمل لايك وسبسكرايب، عشان اللي جاي اخطر واخطر، وهنقول بلاوي كتير عن ناس كتير قوي. وبس كده يا طاقم يا فني، الحلقة خلصت، واشوفكم في كوارث تانية وفضايح تانية، وهتوحشوني يا طاقم يا فني. بحبكم. سلام.